ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم. وأكد اليوم أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين. اللي يحوس علينا يلقانا، صح اللي يحوس علينا راه يبدا هو والله ما تنتهي، ما نتعدى على حد، اللي تعدى علينا يندم على النهار اللي زاد فيه، لأن احنا ما نحبسوش. ولكن كنا ننتظر أن يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. كنا نريد أن يعرف الناس النوايا الحقيقية لمن هم يساكنوننا ويجاوروننا، ولله الحمد سبحانه وتعالى فقد انكشف الغطاء وعرف كل واحد بقيمته الحقيقية، قيمته البشرية. محبي مشاهير بالدارجة، مرحبا بكم. اليوم فيديو غادي يكون خارج على المألوف، ماشي من عادتنا ندوي على بحال هاد المواضيع ولا ندخلوا في بحال هاد الاشياء، ولكن كأي مغربي كيهزو الغير على هاد البلاد كان لابد ما نهضر ونوصل الفكرة ديالي ونشارك الحقيقة اللي ما باغينش الجيران ديالنا يتقبلوها، حقيقة العالم كله عارفها. ولكن اش غادي دير الا عطاك سيدي ربي جار مصمك ودني وما كيحملكش لحقاش انت غادي مزيان؟ دائما في الاطار الرياضي غتكون الانطلاقه من هاد الشان اللي منظم في الجاره الجزائر، كاس افريقيا المحليين، ناهيك على التنظيم والاستقبال وداكشي اللي كان داير الضحك في الفيسبوك والانستغرام. هاد الشان المغرب هو بطل اخر نسخه منه، يعني حامل اللقب. وعلى خلاف باقي القنوات فهاد الفيديو غادي ندويو في العامر. تبع معايا هاد الفيديو حتى الاخر باش تفهم البلان كامل، وخلي معاك اشتراك وجيم. ما بين الليله ونهار فقنا واحد النهار الصباح حتى كنسمعوا خبر ان الجزائر كيعلن رسميا قطع العلاقات مع المغرب، وعليه فإن هذا الرد الجزائري العلني والرسمي فقد قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم. قرار كان مفاجئ ولكن بيناتنا راه كان متوقع، لحقاش كانوا بزاف ديال الحوايج قبل كيشيروا لهذا الشيء. ما علينا، غتقول لي شنو دخل هذا الشيء في الموضوع ديالنا؟ غنجاوبك باللي من بعد ايام من هذا القرار المنتخب الجزائري كانت عنده مقابله مع بوركينا فاسو في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم قطر 2022. الجزائر ما كانش عندهم امتيان فين يلعبوا داك الماتش، ولكن المغرب غيمد يد الخير والمساعده كيف العاده ويقبل يستضيف هذيك المقابله في ملعب مراكش الكبير. هذا الاستقبال ما كانش اصلا ملزوم عليه، ولكن بالرغم من هذا الشيء استقبلنا المنتخب الجزائري احسن استقبال. ووليدات جمال بالماضي نزلوا من الطياره وكان وفد من الجامعه كيستقبلهم في المطار، وحافله من الطراز العالي كانت كتسناهم توصلهم وتكلف بالتنقل ديالهم من الملعب للفندق. وخروج فوزي القجع في تصريح اعلامي كيقول فيه الجامعه والشعب المغربي وكل ما هو مغربي تحت تصرف جمال بالماضي ولاعبيه، واتعهد بشرفي انني غنسهر على راحتهم كيف ما كندير مع منتخب بلادي. تصريح اللي كان دار ضجه ديك الوقيته في الجزائر. هادشي شفناه في الاستقبال اللي كان في المطار من اللي جا المنتخب الجزائري بطائره مباشره من قسنطينه لمراكش، وهنا ركز مزيان على طائره بخط مباشر من قسنطينه لمراكش، لحقاش غنرجعوا ليها من بعد. الاستقبال وحسن الضيافه حوايج معروفين عند المغاربه، وهذا الشيء اللي درنا مع جيراننا، حتى ان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شيد بهذا الاستقبال الحار ديال المغاربه، زائد الظروف الجيده والامن اللي كان كيسهر على راحه لاعبي المنتخب الجزائري. وجمال بالماضي اللي حتى هو شيد بالجوده ديال العشب بملعب مراكش الكبير، وقال باللي راه غنلعبوا وكاننا في ارضنا وبين جماهيرنا. هذا الاستقبال وهذه الحفاوه والكرم ردوه لنا الاخوان الجزائريين، وهذا الشيء شافوا العالم كله سنه 2022 كاس افريقيا الاقل من 17 سنه، وبالضبط في المباراه النهائيه تعرضوا وليداتنا لاعتداء شنيع بالضرب والسب والشتم، وامام انظار العالم شافوا الحقد والكراهيه. وليدات يلا في مقتبل العمر يتعرضوا بحال هذا الاعتداء وهذه المضايقات فرح حشومه. على الاقل خلي الجانب السياسي بعيد واحترم الضيوف ديالك اللي جايين يلعبوا معك كره ومراعاه السن الصغيره ديالهم. وبعيدا على هذا الشيء، واش حنا تجي عندنا هنايا ونستقبلوك بحفاوه وكرم وانت نسيطوا لك ولادنا تعدى لنا عليهم؟ صراحه ما لقيت ما نقول، لحقاش عمرك كتشوف هذا الشيء عندنا ولا ما نعرف شنو يكون بيناتنا.
وتخيل معايا من وراها استقبلنا الوفد الجزائري لكرة اليد في مدينة جديدة، وعاوتاني رحبنا بهم وما خلينا ما درنا عليهم وما خليناش الدبانه تحط عليهم، وهما عاد تكرسوا لينا على وليداتنا وجاو واستقبلناهم مزيان ودازت المباراه ديالهم على احسن ما يرام. صراحه هادشي وانت كدوي عليه كيضر في الخاطر. نجيو دابا لاهم قضيه وهي ديال هاد الشان. المغرب وكأي بلد مشارك بغى يجيب طائره بخط مباشر من مطار سالا للقسطنطينه. عادي انا مشارك في التظاهره، انت واجب عليك تستقبلني، ولكن لا، سيت بون والاتباع ديالو قال لك اسيدي لا، ما تجيوش بطائره مباشره، سيروا حتى لتونس وجيو. انا جاي عندك نشارك، كتقول لي سير اخويا من هنا لهنا واجي عندي، ما يمكنش. رئيس الجامعه ما تقبلش هادشي وقال باللي خاصنا خط مباشر من سالا للقسطنطين. وهنا انا نرجع نفكركم في واحد الحاجه، كنتو قطعتوا العلاقات معانا واستقبلنا المنتخب ديالكم بخط مباشر من مطار قسطنطينه لمراكش وما قلنا حتى شي حاجه، ولكن الجيران ما حبسوش هنا، قال لك اسيدي الا بغيتو تجيو بخط مباشر من سالا قسطنطينه جيو بطائره تونسيه، يعني ما تجيوش بطائره الخطوط الملكيه الجويه المغربيه. والله الا الضحك والشهاد. بما انه هذا الجار اللي عيق علينا فرا لابد ما كان خاص نردو الصعب الصاعين. السيد فوزي القشع وبالذكاء ديالو غادي يبرمج موعد لحنا اللاعبين المحليين اللي كان خاص تكون في نفس الوقت مع حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لحضور مراسم قرعة كأس العالم للأندية اللي غتقام في المغرب، ودوزو من قدام اللعابة وهما باركين كيتسناو الإذن من مطار قسطنطينة، وشاف الدراري جامعين حوايجهم وكيتسناو. صراحة أنا اللي بقى فيا بزاف هو اللعابة اللي تحرموا من هاد الظاهرة اللي كانوا كيتسناو، واللي دائما كيتسناو أي تظاهرة باش يدافعوا على ألوان القميص الوطني، خصوصا بعد تألق أسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022. وبسبب سياسة عسكرية قديمة تحرمنا وتحرموا اللعابة ديالنا من المشاركة في التظاهرة الإفريقية. الجيران ما حبسوش هنا، ففي الوقت اللي كان داز الافتتاح لكأس العالم بآيات قرآنية في قطر كتدعو للتعارف والتسامح بين الشعوب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ناضوا الجيران وداروا افتتاح كيحرضوا فيه للحرب ولا الفتنة، وخصوا جزء منه وعطاو الكلمة لحفيد مانديلا وكتبوا ليه كلمات كيهاجم فيهم المغرب بشكل مباشر. افتتاح كروي دخلوا فيه السياسة وقضية الصحراء المغربية اللي محسوم فيها من شحالات، والمؤسف أكثر هو الجماهير الجزائرية كتسب كتعاير في المغاربة بأقبح العبارات والصفات. هادشي ما كانش خاصو يسكت عليه الواحد، وجرد من عند الجامعة الملكية كتحتج فيها على الكلمات اللي تقالت في هذا الافتتاح اللي كتدعي العنصرية وخلق الفتنة بين الشعوب. ومسؤولي الاتحاد الافريقي غادي يقرروا يفتحوا تحقيق باش يبحثوا في الخبايا ديال هذا الشيء بخلاف القواعد ديال الاتحاد الافريقي. الحقد ما حبسش هنا بل وصل حتى للاشخاص، وكانت البدايه بالاعلامي جواد بادة اللي قال الراي ديالو اثناء التعليق على مباراه الكاميرون ضد الكونغو، وقال باللي المنتخب المغربي لا يعتبر منسحب من الدوره بل تعذر عليه الحضور ومنع من السفر لاسباب يعرفها الجميع. صراحه هضره منطقيه في الصميم، وقال شنو كاين. هاد الهضره غتخليه يتعرض للسب والشتم والتهديد، مطالبه القناه باش يرفضوه، زائد تعرض مدير القناه الاخباريه بين سبور الهجوم من نفس الاشخاص لانه قال باللي لا يجب ادخال السياسه في كل ما هو كروي. الحاصل الله يهدي ما خلق وصافي. راه في تعاليمنا الدينيه الاسلاميه راه الجار قبل من الدار. اخيرا شكرا بزاف للجمهور المغربي اللي بعث رسائل كثيره وكبيره من قطر بتشجيعه المنظم والاحترافي واللي كان سلمي 100%. شكرا، وسود الأطلس دائما وابدا.